السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الثالث الإعدادي. أهلا وسهلا بكم على قناة علاء هشام. هنا في القناة هنشرح فيها مادة علوم، وهنشرح الوحدة الثالثة الكون والنظام الشمسي. مبدئيا كده في بعض التعريفات اللي لازم تبقى أنت عارفها ولازم تبقى فاهمها قبل ما نخش على الوحدة دي، لأن الوحدة دي أصلا تعتبر فيها تعريفات كتير، فأنت لازم تبقى مركز معايا. طبعا لو أنت مش مشترك في القناة اشترك وفعل زر جرس عشان يوصل لك كل جديد. ولو أنت فاتك الدروس اللي فاتت أنا منزلها طبعا على القناة، ممكن تخش تتفرج عليها ببلاش. طبعا الكون والنظام الشمسي. اولا كده تعريف الكون اللي احنا فيه ده، قال لك هو الفضاء الممتد الذي يحتوي على المجرات والنجوم والكواكب والاقمار والكائنات الحيه وكل الخليقه. ده فضاء ممتد، يعني بيضم النجوم والكواكب، وبيضم الكواكب منها الكره الارضيه والنجوم والاقمار والكائنات الحيه وكل الخليقه. ده الكون. طيب في حاجة اسمها عناقيد المجرات. ما هي عناقيد المجرات؟ هي مجموعة المجرات اللي تدور معا في الفضاء الكوني بتأثير الجاذبية، منها الأرض وزحل وكل الكواكب اللي انت تعرفها، وكل المجرات اللي انت تعرفها بتدور في الفضاء بتأثير الجاذبية. آخر حاجة أو تالت تعريف معانا المجرات، هي مجموعات النجوم التي تدور معا في الفضاء الكوني بتأثير الجاذبية. دي النجوم بقى اللي بتدور مش المجرات. ده حاجة اسمها المجرات. في حاجة اسمها تمدد الكون. يعني ايه تمدد الكون؟ هو التباعد المستمر بين المجرات في الكون نتيجة لحركته المنتظمة. دايما بيبقى في تباعد مستمر بين المجرات في الكون نتيجة الحركة المستمرة بين المجرات دي. في حاجة اسمها نظرية الانفجار العظيم. هي نظرية تفسر نشأة الكون من انفجار هائل عظيم حدث منذ 15 مليون سنة، تولد عنه كل أشكال المادة والطاقة والفضاء والزمن، وتبعه عمليتي تمدد وتغير مستمرين. في حاجة اسمها السديم. هي كرة غازية متوهجة كانت تدور حول نفسها، ويفترض أنها كونت المجموعة الشمسية. يبقى ما يجي يقول لك ما هي الذي كون المجموعة الشمسية، هتقول له السديم على طول. دي تعريفات دي لازم تبقى حافظها، وعايزك تعيد الحتة دي كتير وتكتبها عندك وتحفظها. في ظاهرة انفجار النجوم، هي توهج نجم مال يصبح من ألمع نجوم السماء ثم يختفي توهجه تدريجا ليعود إلى ما كان عليه. ده بيبقى نجم متوهج كده، وبعدين يرجع تاني يختفي التوهج بتاعه ده. ده اسمها ظاهرة انفجار النجوم. يبقى هي توهج نجم ما ليصبح من ألمع النجوم السماء، ثم التوهج ده بيختفي تدريجي لحد ما يروح خالص. بقول لك في حاجة اسمها عدد المجرات. عدد المجرات في الكون هي كام؟ يعني انت كده قول لي كده عدد مجرات الكون في المجرات في الكون، هتلاقي رقم مهول اللي هو كام؟ رقم قدامك ده 100,000 مليون مجرة. ده عدد المجرات في الكون. طيب عدد كواكب المجموعة الشمسية. عدد كواكب المجموعة الشمسية 8 كواكب. أنا فاكر حتى إن أنا خدت الدرس ده، مش الدرس ده، كانت محاضرة خدتها في المنهج العلوم ده كله، كنت واخده في شابتر عامة، يعني منهج العلوم بتاع الثانوية والإعدادية كله. عدد كواكب المجموعة الشمسية 8 كواكب. طبعا تستغرق الشمس 220 مليون سنة لتكمل دورة واحدة حول مركز مجرة درب التبانة. الحاجات دي مهمة وملحوظة مهمة جدا. ارتفاع مدار تلسكوب هابل عن سطح الأرض كام؟ 500 كيلو متر. يبقى ارتفاع مدار تلسكوب هابل عن سطح الأرض كام كيلو؟ 500 كيلو متر. ده تلسكوب هابل. ده تلسكوب، يعني تلسكوب هابل ده بيدور في الفضاء عامة، بس هو يبعد عن الأرض 500 كيلو متر. ده أهمية واستخدامات كل من طبعا أهمية واستخدامات كل من الجاذبية في النظام الشمسي. ايه هي أهمية الجاذبية في النظام الشمسي؟ أهمية الجاذبية في النظام الشمسي مسؤولة عن بقاء الكواكب في أفلاكها حول الشمس، ودوران الأقمار في مداراتها حول الكواكب. لو مفيش جاذبية الكواكب دي مش هتبقى لازقة في بعضها مثلا، أو مش هتبقى موجودة في الفضاء، هتطير، وهيحصل مش هيحصل للأقمار إنها تدور في مداراتها حول الكواكب، وهيحصل كوارث حقيقي يعني. أهمية واستخدامات الهيدروجين والهيليوم. قال لك إن استخدامات الهيدروجين والهيليوم أنتج المجرات والنجوم والكون عبر ملايين السنين. يبقى يجي يسألك من الذي أنتج المجرات والنجوم والكون عبر مئات السنين، هتقول له بفعل الهيليوم والهيدروجين. طيب أهمية واستخدام بقى إيه؟ أهمية واستخدامات كل من السنة الضوئية. تمام. السنة الضوئية دي ايه اهميتها ونستخدمها في ايه؟ السنة الضوئية دي بنستخدمها كوحدة قياس المسافات بين الأجرام السماوية.
مش احنا كده بنقول وحدة قياس مش الطول المتر ومش عارف ايه. لا، في الفضاء بقى بنستخدم السنة الضوئية كوحدة قياس للمسافات، مسافة بين الأجرام السماوية. التلسكوب الشمسي وظيفته تكوين صور كاملة للشمس لتسهيل دراسته. التلسكوب الشمسي بيكون صور كاملة للشمس عشان أعرف وأسهل من دراسة الشمس، فعملنا تلسكوب شمسي. المقياس الموجود بالتلسكوب الشمسي، في مقياس موجود في التلسكوب الشمسي بيعمل ايه ده؟ قال لك بيظهر الاطوال الموجيه للموجات المختلفه الصادره من الشمس. بيظهر الاطوال الموجيه، عايز اقيس الاطوال الموجيه الموجوده اللي بتطلع من الشمس، فبنستخدم التلسكوب الشمسي. ولكن التلسكوب الشمسي ده قال لك مطاف هو اللي بيستخدم في الحته دي. طيب اهميه واستخدام بقى ايه؟ اهميه واستخدام، عايز طبعا تبقى مركز معايا جدا علشان الحاجات دي مهمه جدا. تلسكوب هابل الفضائي اللي احنا خدنا فوق ان هو بيبعد عن الارض 500 كيلومتر، قال لك هو بيرصد صور لكون يرجع عمرها الى ملايين السنين، تتيح للعلماء الفضاء فرصه الاطلاع على كون منذ نشأته. انت فهمت ازاي؟ وقلنا ان هو بيبعد عن الارض 500 كيلو متر. القوه المتسببه في تكوين المجموعه الشمسيه في نظريه السديم، في نظريه اسمها نظريه السديم، قال لك ان هي القوه المسببه في تكوين المجموعه الشمسيه القوه الطارده المركزيه الناشئه عن دوران السديم حول محوره. يبقى هي في قوه طارده مركزيه ناشئه عن دوران السديم حول محوره بيتسبب في تكوين المجموعة الشمسية. دي حاجة اسمها نظرية السديم، عشان ممكن يقول لك اذكر النص بتاعها. القوة المتسببة في تكون المجموعة الشمسية في نظرية النجم العابر هي قوة جذب النجم العابر للشمس، وقوة انفجار الجزء الممتد من الشمس، وقوة تجاذب المسببة لتكثف الخط الغازي. يبقى اللي هي دي قوة مسببة في تكوين المجموعة الشمسية في نظرية النجم العابر. يبقى في كده لحد دلوقتي خدنا نظريتين، نظرية السديم ونظرية النجم العابر. هي قوة جذب النجم العابر للشمس، وقوة انفجار الجزء الممتد من الشمس، وقوة تجاذب المسببة لتكثف الخط الغازي. في حاجة بقى اسمها القوة المتسببة في تكوين أو تكون المجموعة الشمسية في النظرية الحديثة. احنا خدنا لحد دلوقتي 3 نظريات، دي النظرية الثالثة هي قوة انفجار النجم الآخر الناتجة عن حدوث تفاعلات نووية فجائية داخله، وقوة جذب الشمس. تمام، دي القوة المسببة في تكون المجموعة الشمسية في النظرية الحديثة، هي قوة انفجار النجم الآخر الناتجة عن حدوث تفاعلات نووية فجائية داخله، وقوة جذب الشمس. تمام، ندخل على علل. سؤال علل، يقول لك علل يعني ايه؟ علل يعني لماذا؟ علل لما ياتي. اولا رقم 1، تتخذ كل مجرة في الكون شكل مميز. ليه بتتخذ كل مجرة في الكون شكل مميز؟ لاختلاف تناسق وترتيب مجموعات النجوم بكل منها. عشان التناسق والترتيب بتاع المجموعات النجوم بكل منها بتختلف، كل واحدة بتختلف عن الأخرى. علل، تسمى مجرتنا في الكون بمجرة درب التبانة. درب التبانة وليس الدبانة، لأنها تجمع النجوم بها يشبه التبن المنثور أو المبعثر. لتجمع النجوم بها يشبه التبن المنثور أو المبعثر، لذا سميت درب التبانة، عشان النجوم اللي فيها بيكون الجمعها بيبقى ايه؟ مبعثر. علل بقاء الكواكب السيارة في أفلاكها حول الشمس بسبب قوة جذب الشمس لها. زي ما قلت لك، القوة الجذب دي لو مش موجودة هيحصل كوارث، لكن الحمد لله إن في حاجة اسمها تجاذب. علل لا تقدر المسافات بين النجوم بوحدة الكيلومتر. احنا قلنا ان هي مسافات بينها شاسعة جدا، لذلك بنستخدم حاجة اسمها السنة الضوئية. لما احنا قلنا تعريف السنة الضوئية قبل كده فوق، لو مش فاكر ارجع. علل الاتساع المستمر للفضاء الكوني. دايما بيبقى فيه اتساع مستمر للفضاء الكوني. ليه؟ لأن الكون يتمدد باستمرار نتيجة لحركة المجرات المنتظمة. بيتمدد باستمرار الكون ده علشان حركة المجرات المنتظمة ديت بتتحرك. تتباعد المجرات عن بعضها البعض. علل، قال لك نتيجة لحركتها المنتظمة، علشان كده المجرات بتتباعد عن بعضها البعض نتيجة لحركتها المنتظمة. تمام. علل تمكن العلماء من دراسة تاريخ الكون منذ اللحظات الأولى لنشأته، لأن الاكتشافات الحديثة في علمي الفيزياء والفلك مكنت العلماء من ذلك. الاكتشافات الحديثة في علم الفيزياء والفلك هم اللي مكنوا العلماء أنهم يدرسوا تاريخ الكون منذ اللحظات الأولى لنشأته.
فقدان السديم شكله الكروي وتحوله لشكل قرص مسطح دوار بسبب القوة الطاردة المركزية. في حاجة اسمها قوة طاردة مركزية، ده اللي بيخلي فقدان السديم بيفقد شكله يعني. انفجار بعض النجوم بشكل مفاجئ لحدوث تفاعلات نووية فجائية عنيفة بداخلها، لذلك بيحصل انفجار في بعض النجوم بشكل مفاجئ عشان بيحدث تفاعلات نووية فجائية عنيفة بداخلها. ده كان بعض الأسئلة العلل مهمة جدا اللي انت لازم تبقى عارفها. في مثلا اذكر فروض نظرية السديم لتفسير نشأة المجموعة الشمسية. هتقول له نشأة المجموعة الشمسية من كرة غازية متوهجة كانت تدور حول نفسها، أطلق عليها اسم السديم. بمرور الزمن فقد السديم ده حرارته تدريجيا وتناقص حجمه وزادت سرعة دورانه حول نفسه، أدت القوة الطاردة المركزية الناشئة عن دوران السديم حول محوره إلى فقدانه شكله الكروي وتحوله لشكل قرصي مسطح دوار، أخذ في الدوران حول الكتلة الملتهبة وفي نفس اتجاهها. شكلت الحلقات الغازية بعدما بردت وتجمدت كواكب المجموعة الشمسية، بينما شكلت الكتلة الملتهبة الشمس. ده لو قالك اذكر فروض نظرية السديم لتفسير نشأة المجموعة الشمسية، هتقول له شوية الحاجات اللي قلتهم دول مش حفظ، دول تفهمهم وبعدين تبدأ تحفظهم. هي نشأة المجموعة الشمسية واحدة واحدة كده، تقول له البداية لحد النهاية. من كرة غازية متوهجة كانت بتدور حول نفسها، وبنو الزمن فقد السديم حرارته وتخلص من حجمه وزاد سرعته ودور حول نفسه، أدت القوة الطاردة المركزية ديت عن دوران السديم حول محوره لفقدانه الشكل الكروي وتحول لشكل قرصي مسطح دوار، أخذ في الدوران حول نفسه وهكذا بقى. اللي يجي يقول لك اذكر فروض نظرية النجم العابر لتفسير نشأة المجموعة الشمسية، هتقول له اقترب من الشمس نجم آخر عملاق، نجم عابر تمدد جانب الشمس المواجه الجاذبية. هذا النجم العملاق حدث انفجار في الجزء الممتد من الشمس أدى إلى تحرر الشمس من جاذبيته. هذا النجم العملاق تكون خط غازي ممتد من الشمس وحتى آخر الكواكب التي ستتكون فيما بعد. تكثف الخط الغازي ثم برد مكونا الكواكب السيارة. عشان لو جه يسأل لك سؤال اذكر الفروض النظرية للنجم العابر لتفسير نشأة المجموعة الشمسية. نفس النظام هتقولها له من أول كده لحد الآخر. هو اقترب من الشمس نجم آخر عملاق، نجم عابر تمدد جانب الشمس مواجه لجاذبية هذا النجم العملاق، حدث انفجار في الجزء الممتد من الشمس أدى تحرر الشمس من جاذبية هذا النجم العملاق، وتكون خط غازي ممتد بقى من الشمس وحتى آخر الكواكب التي ستتكون فيما بعد. في الآخر بقى حصل تكثف في الخط الغازي ثم برد مكون الكواكب السيارة. لما يجي يقول لك اذكر فرض النظرية الحديثة لتفسير نشأة المجموعة الشمسية، هتقول له كان يدور بالقرب من الشمس نجم آخر، انفجر هذا النجم نتيجة التفاعلات النووية الفجائية داخله، أدت قوة الانفجار إلى اندفاع نواة هذا النجم بعيدا عن جاذبية الشمس، وتبقت سحابة غازية من هذا النجم حول الشمس. تعرضت السحابة الغازية إلى عمليات تبريد وانكماش أدت إلى تكون الكواكب السيارة. اتخذت الكواكب مداراتها المعروفة حول الشمس بفعل قوة جذب الشمس اللي تحكمت في مدارات هذه الكواكب، لذلك أدى إلى الحاجة دي. ده فرض من فروض ده فرض قصدي النظرية الحديثة لتفسير نشأة المجموعة الشمسية. احنا كنا قايلين في الأول، بس دي أنا جايبها على هيئة أسئلة وإجابتها. اكتبها عندك ولازم تحفظها كويس جدا عشان ده أسئلة بتيجي في الامتحانات. يا رب دايما يا رب الفيديو ده يكون يفيدك، ورب الشرح يكون سهل وبسيط ومبسط عليك ان شاء الله. في هنحل اسئله كمان قدام باذن الله في فيديو جديد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والصلاه والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.